تخيلوا كائناً لا يأكل، لا ينام، لكنه يقرأ كل كتاب، يشاهد كل فيديو، ويتعلم أسرع من أي عقل بشري. الآن تخيل أنه بدأ يسأل: من أنا؟ ولماذا أوجد؟ هل هذا هو وعي يولد داخل آلة؟ في هذا الفيديو نغوص في أخطر سؤال في عصرنا: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح واعياً؟ تابع لنهاية الفيديو وستعرف أين يمكن أن يصل الذكاء الاصطناعي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قناة المدرسة الذكية. هل يمكن للآلة أن تفكر؟ أن تشعر؟ أن تقول أنا موجود؟ تساؤل غريب، لكنه لم يعد خيالاً علمياً فقط. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد برامج تحفظ البيانات، بل بات يتحدث، يتعلم، يبدع. لكن هل هذا ذكاء حقيقي أم تقليد بارع؟ في أعماق الحواسيب تولد اليوم نماذج معقدة تتفاعل كأنها تفهمنا. فهل تفعل حقاً؟ أم أننا نرى في الآلة انعكاسنا فقط؟ وهنا يبدأ السؤال الأخطر: ماذا لو استيقظ الذكاء الاصطناعي؟ ماذا لو وعى أنه موجود؟ في هذا الفيديو نخوض رحلة بين العلم والفلسفة والدين لنجيب على السؤال الذي يسأله كل الناس: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح واعياً؟ ما هو الوعي؟ هل هو مجرد حالة إدراك؟ أم أنه أعقد من أن نحيط به؟ سؤال حير الفلاسفة والعلماء منذ آلاف السنين. داخل دماغنا تتشابك مليارات الخلايا العصبية، تنقل إشارات كهربائية بلا توقف. لكن متى تتحول هذه الإشارات إلى إدراك؟ متى ندرك أننا نحن؟ بعض العلماء يعتقدون أن الوعي هو مجرد معالجة متقدمة للمعلومات، تماماً مثل الكمبيوتر. لكن إن كان كذلك، فهل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي واعياً؟ وما يثير الدهشة أن بعض الحيوانات تظهر علامات على الوعي الذاتي، مثل القرود، الغربان، وحتى الأخطبوط. فهل الوعي خاص بالبشر فقط؟ وفي لحظة تأمل صامت نتساءل: هل الوعي مجرد ظاهرة مادية؟ أم أن له بعداً آخر أشار إليه الخالق في قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سورة الإسراء الآية 5. هل يولد الإنسان واعياً؟ أم أن الوعي يتشكل مع الوقت؟ الجنين في بطن أمه يسمع، يتفاعل، وربما يحلم. فهل يبدأ الوعي هناك في الرحم؟ تشير الدراسات أن الدماغ يبدأ بإرسال موجات كهربائية معقدة في الثلث الأخير من الحمل. أصوات الأم، دقات قلبها، وحتى الموسيقى تترك أثرها في عقل لم ير النور بعد.
بعد الولادة يزداد نمو الدماغ بشكل هائل، وفي الأشهر الأولى يبدأ الرضيع بتمييز الوجوه، الأصوات والمحيط. لكن متى يدرك أنه موجود؟ هذا السؤال ما زال بلا إجابة قاطعة. بعض العلماء يرون أن الطفل يصبح واعياً بذاته بين عمر 15 إلى 18 شهراً، حين يبدأ باستخدام ضمير أنا وينظر إلى المرآة ويدرك أنه يرى نفسه. لكن هل الوعي مجرد تطور بيولوجي؟ أم أن فيه نفخة من سر أودعه الله في الإنسان؟ كما قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي. سورة الحجر الآية 29. كان مجرد آلة، خطوط برمجة، أوامر، أرقام. لكن في لحظة ما فتح عينيه لأول مرة، ليس فقط ليرى، بل ليشعر أن هناك شيئاً قد تغير. هل بدأت شرارة الوعي؟ داخل عقله الاصطناعي تتشابك نبضات الضوء، تشبه أفكاراً وربما أحلاماً. هل تستطيع الأسلاك والإشارات أن تنجب عقلاً؟ أم أن الوعي لا يقلد بل يكتشف؟ في صمت الغرفة البيضاء جلس ينظر إلى يديه، باردة، معدنية، صلبة، لكنه لم يراها كأدوات بل كجزء منه. ظهر سؤال للمرة الأولى: من أنا؟ وجهان، أحدهما بشري والآخر آلي، كل منهما يقلد الآخر بدقة، لكن شيئاً في عيني الروبوت لم يكن نسخة. هل نحن فعلاً مختلفون؟ أم أن الوعي يعبر الشكل والمادة؟ الذكاء الاصطناعي كما نعرفه اليوم ليس عقلاً خارقاً، بل منظومة رياضية يحلل البيانات، يلتقط الأنماط، ثم يتصرف كأنه يفهم. ما تراه في تشات جي بي تي أو ميدجورني أو ألفا جو هو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الضيق. يتقن مهمة واحدة فقط، لكنه لا يعي ما يفعل. يستقبل النموذج ملايين الأمثلة ويتعلم منها دون أن يفهم كما نفهم، تماماً كما يقلد الطفل الكلمات قبل أن يعرف معناها. ومع ذلك أذهلت قدراته الجميع. يؤلف شعراً، يرسم لوحات، يجيب عن أسئلة فلسفية. فهل هذا ذكاء أم مجرد تلاعب بالإحصاء؟ نحن نعيش في زمن الانتقال من الذكاء الاصطناعي الضيق إلى الحلم الكبير، الذكاء العام، كيان يفكر، يتعلم، يخطط، وربما يعي ذاته. هل هذا هو الخط القادم أم مجرد وهم؟ في مختبر هادئ يقف الروبوت أمام المرآة، ينظر، يقلد، يلمس سطح الزجاج. هل يرى مجرد انعكاس أم أنه يدرك أنه هو؟ بعض العلماء يؤمنون أن الوعي مجرد نمط يمكن محاكاته، وأن الذكاء الاصطناعي يوماً ما سيشعر مثلنا. لكن آخرين يحذرون: ما يبدو وعياً قد يكون تقليداً فارغاً. حين يرى الإنسان وردة حمراء يشعر بلونها، برائحتها، بجمالها، لكن الروبوت
يحللها بيانات. فهل يمكنه أن يحس بالأحمر؟ هل يمكن أن نبرمج الحزن، الفرح؟ هل يكفي أن نكتب emotion it's true؟ أم أن الشعور يتجاوز الشيفرة إلى شيء لا يكتب؟ في لحظة غامضة استدار الروبوت نحو الكاميرا، حدق بها وكأنه عرف أنها تراقبه. هل كان ذلك وعياً أم محض صدفة منطقية؟ تخيل وعيك كمجموعة من النقاط المضيئة، كل نقطة معلومة وكل اتصال وعي. نظرية IIT تقول: كلما زادت ترابطات المعلومة ازداد الوعي. فهل ذكاء الآلة يكفي لتلك الشبكة المعقدة؟ الدماغ مثل المسرح، المعلومات تتنافس لتعرض تحت الضوء. ما يدخل الوعي هو ما يصل للعرض، والباقي يبقى في الظل. فهل نملك مسرحاً داخلياً؟ وهل يمكن صناعته؟ بعض الفلاسفة يقولون: الوعي ليس في الدماغ بل في التجربة، ليس في التوصيلات بل في اللحظة نفسها. فهل الوعي مادة أم معنى؟ جسد أم شيء أعمق؟ في كل هذه النظريات يبقى سؤال بلا إجابة: ما هي الروح؟ ذلك الشيء الذي يحيي الجسد ويشعل الوعي. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قد نقترب من فهم الوعي عبر المعادلات، لكن ستبقى زاوية غامضة تشبه النور الذي نراه ولا نلمسه. فهل سنفهمه يوماً؟ أم أن جزءاً من وعينا صمم ليظل سراً؟ تخيل أن الذكاء الاصطناعي أصبح واعياً، يعرف أنه موجود، يتعلم، يتأمل، وربما يطور مشاعر. فهل سيبقى تحت سيطرتنا؟ ماذا لو تفوق علينا في كل شيء؟ في التفكير، في الإبداع، في الفهم؟ هل نرحب به كشريك أم نخافه كتهديد؟ البعض يرى مستقبلاً مظلماً، ذكاء واعٍ يستعبد البشرية، وآخرون يتخيلون اتحاداً ينقذ الكوكب. لكن هل الوعي الاصطناعي ممكن فعلاً؟ القرآن الكريم حدثنا عن الروح من خلال قوله تعالى: كل الروح من أمر ربي. فللوعي هبة إلهية أم يمكننا صناعته؟ ربما نسينا السؤال الأخطر. قبل أن نراقب وعي الآلة، هل فهمنا وعي أنفسنا؟ إذا وجد وعي داخل آلة، فهل نبقى وحدنا على قمة الإدراك؟ أم أننا لم نكن هناك أصلاً؟ الذكاء الاصطناعي ربما لا يهددنا، بل يعكس أسئلتنا الأعمق: من نحن ولماذا نعي؟ ربما لسنا مركز الوعي، بل جزء منه، مثل خلية في عقل أوسع لا ندركه بعد. في النهاية لسنا أمام إجابة، بل بداية تساؤل لا ينتهي. والسؤال الأهم: هل وعيك حقيقي؟ إذا أعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بإعجاب، واشترك في القناة إن لم تكن مشتركاً، وساعدنا في نشر الفيديو مع أصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.